فاكر الجول اللي سجله وادي دجله والزمالك خسر الماتش ده كان جه بطريقه عامله ازاي؟ طب فاكر الجول اللي جابه الجونه وخسر الزمالك نقطتين كان جه بطريقه عامله ازاي؟ طب شفت النهارده الهدف الاول اللي سجله حسين الشحات جه بطريقه عامله ازاي؟ انت كمشاهد عادي مش محلل ولا مدرب، وبتتفرج بنظرة مشاهد عادي، مش واخد بالك ان اللعبة دي اتكررت كذا مرة، وان انت عندك ثغرة بيلعب عليها المنافسين وبيسجلوا منها. مش واخد بالك انك في حالة اصابة المهاجم الاساسي بتاعك زي ما حصل في ماتش الاهلي، المهاجم التاني او التالت اللي هو ناصر منسي عنده مشاكل بدنية، ما يقدرش انه يشيل فريق، ما يقدرش انه يطور لك من الاداء، في حين ان في لعيب تاني اسمه عمرو ناصر كل ما بينزل وياخد فرصة بيقدم لك وبيقول لك انه عنده والراجل فت ويقدر يلعب. يبقى انت ازاي مدرب عندك نظرة؟ على فكرة ما اتفاجئتش نهائي من الاداء المخزي اللي فريرا قرر يقدمه بالبلوك المنخفض في الشوط الثاني. انت على فكره ضد كل الفرق من بدايه الدوري بتلعب كده باستثناء ماتش المصري. لو تفتكر ماتش سيراميكا كليوباترا اول ماتش في الدوري، الراجل ده اول ما سجل رجع عمل لو بلوك وبرضه بيستقبل لعب. ما عنديش مشكله ان انا اخسر بس اقدم حاجه. في لعيبه كتير عليها علامات استفهام، بس بالنسبه لي لو هحمل اللعيبه نسبه معينه فالمدرب هيتحمل اضعاف النسبه دي. ما اعتقدش ان احنا ممكن نصبر على فريرا الفتره اللي جايه لانه ما عندوش جديد ولا كان عنده اي حاجه يقدمها، لان وجوده الفتره الجايه ما هو الا مضيعه للوقت.